يوم بعد يوم البيت بيحتاج لإعادة ترتيب وتنظيم. يوم واحد من التنظيم بيفرق جدا في شكل البيت وفي راحة بالك طول الشهر. وخليكي فاكرة ان البيت المثالي مش معناه بيت مرتب طول الوقت، بس معناه بيت أهدى، بل أروق، وسهولة في إنجاز مهامك طول الوقت. صباح الفل، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير والنهاردة عندنا روتين جديد. في البداية كده أحب أقول لكم إن من أكتر المشتريات اللي كل الستات بتعزها وتحبها قوي هي مشتريات المنظمات، لأنها بصراحة بتخلي البيت هادي ورايق وكل حاجة ليها مكان. فالمنظم ده من الحاجات اللي أنا شفتها عجبتني جدا، حسيت إن هو مناسب عندي لمكان معين. هوريه لكم إن شاء الله في فيديوهات جاية وأقول لكم أنا اشتريت المنظم ده تحديدا علشان إيه. جبت كمان بخاخات اللي بنحتاجها لخلطات التنظيف، كنت محتاجاها بقالي فترة وبدور عليها، وسبحان الله يعني رغم ان هي حاجه بسيطه بس ما كنتش لاقياها وكنت محتاجه لها جدا. جبت كمان الاعواد بتاعت الشيش تاووك اللي هي الرفيعه وكمان السميكه شويه، وكمان جبت الباسكت بتاع العيش دوت، وجبت كمان معالق 3 معالق كده مع بعض. كان سعر المعالق ديت 180 جنيه. المعالق طلعت متينه وزي الخامه بتاعت معالق الشنط بالظبط، مش المعالق الخفيفه اللي هي بتتني معاكي دي، فطلعت الصراحه نوعها كويس. فاكرين بقى الفيديو اللي فات كنا بنعمل ايه وقلت لكم هكمل معاكم الفيديو الجاي؟ هو ده بالظبط. الروتين الشهري من الحاجات المهمة جدا اللي بتظبط فعلا إيقاع البيت طول الشهر. عايزة أقولك إن أي روتين شهري ناجح لازم يكون مش بس هو تنظيف، لا انتي كمان معايا ترتيب وكمان معايا تخلص من الكراكيب، وده فعلا اللي أنا عملته النهاردة. يعني أنا النهاردة مش بس رتبت ونظفت الحاجات اللي انتوا هتشوفوها، أنا طلعت كمية هدوم من دولاب ابني كتيرة جدا، حاجات مش هيلبسها وحاجات شتوي برضو خلاص مش هيلبسها السيزون الجاي. فكده كده في حاجات كده كده انتي بتحتاجي تطلعيها، فمش محتاجين خالص ان احنا نركن الحاجات للسنة كلها علشان نقول ان احنا خلاص مش محتاجينها. في حاجات ادام عدى عليها وقت طويل قوي وما اتلبستش يبقى لازم ان انتي تتخلصي منها. طبعا ده كان كمان روتين بعد الدراسة، يعني روتين بعد ما خلصوا امتحانات، فطلعنا كمان كل الكتب ونظفنا المكتب وطلعنا كل الحاجات اللي في الأوضة، خلاص احنا مش محتاجينها بعد كده. نزلت بقى طبعا الستارة اللي بقى لها فترة ما اتغسلتش، فكانت متدقعة ومتطربة ومتبهدلة، فنزلتها حطيتها في الغسالة وهنبدأ دلوقتي ان احنا نغسلها على ما نخلص تنظيف الشباك وتنظيف سطح الدولاب. مسحت كمان الحوائط، فكانت الستاره طبعا اتغسلت وانا مش بنشرها، انا بعلقها على طول، مش بتحتاج ان هي تتنشر، بتكون معصوره كويس وتقريبا ناشفه يعني، هعلقها على طول. هنغير بقى فرش السرير وكمان هنمسح المرايات ونمسح الارض كويس قوي. شلت كمان الكفر بتاع السجاد اللي انا كنت فرشاه في الارض، نفضته كويس وحطيته برده في الغساله بعد ما غسلت الستاره. اوضه بنتي بقى دخلت ابص تحت السرير على اي حاجه محتاجه انها تترمي واتخلص منها، طبعا ما كانش فيه اي حاجه، بس طبعا هنا الدولاب او الرف اللي محطوط فيه المفارش بتاعه السرير طبعا كان مقلوب على بعضه كده، وانا اصلا لا عارفين ناخد منه ولا عارفين نحط فيه حاجه تاني لانه مليان على الاخر عشان مش مترتب. وطبعا مش عايزه اقول لك ان الف به راحه نفسيه هو المنظر ده، انك الدولاب بتاعك يكون مترتب سواء كان هدوم او فوط او مفارش او ايا كان، الدولاب بالمنظر ده مش عايزه اقول لك يفتح النفس جدا، رغم ان هو حاجه مقفول عليها مش ظاهره للعين، بس هي بتريح نفسيه كل ست. وطبعا لو انتي موافقاني على الكلام ده يبقى طبعا تدوسي لايك دلوقتي. عندي هنا بقى سطح الدولاب والديب فريزر، دول موجودين في الاوضه بتاعت بنتي، وكمان سطح الدولاب بتاع ابني. انتوا عارفين الدواليب دي مش بتتمسح لا كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل شهر، يمكن ممكن تتمسح كل فتره. فانا قررت النهارده مع التنظيف اللي انا عاملاه في الاوضتين بتوع الولاد ان انا امسح الدواليب وكمان الديب فريزر واي اسطح بقى تقابلني في السكه. ده فرق جدا في شكل الاوضه، اللهم بارك. بعد ما خلصت حسيت فعلا ان انا الاوضه بتتنفس. طيب لو انتي لسه مش مصدقاني تعالي شوفي المنظر قبل وبعد. ده كده المنظر قبل وده شكل سطح الدولاب. طبعا مش عايزه اقولك ان احنا فوق الدولاب اصلا ما بنحطش حاجه خالص، دي من ضمن الحاجات المهمه جدا، لانك مش بس هتبقي عايزه تنضفي الدولاب او سطح الدولاب من فوق، انت هتكوني عايزه كمان تنضفي الحاجات اللي انت حطاها فوق، شنط بقى، اكياس، حاجه فيها متخزنه، شنط هدوم، ايا كان، كل ده هيتردم تراب حرفيا، وهيبقى اصلا مؤذي للعين كمان مش بس تراب، فهيبقى مؤذي للعين، شكلا مش هيبقى لطيف خالص. فحاولي ان انت تخزني تحت السرير افضل من انك تخزني فوق الدواليب. كده خلاص انا خلصت. على فكره الحاجات اللي انا عملتها دي اخدت وقت، مش بس الفيديو اللي بيبقى مدته 6-7 دقايق ده، لا طبعا يعني ده بيبقى كده لقطات سريعه من المجهود اللي اتعمل، لكن في الحقيقه بيبقى في مجهود كبير اتعمل ورا الكاميرا ممكن ياخد ساعات. تعالي اقول لك انا حاجه مهمه، الستاير اللي بتكون دبل بالشكل ده ممكن وانتي بتغسليها في الغساله تتفك عادي جدا، بنقدر نحط الستاره ما بين الدبلتين دول او الحلقتين دول وبعدين نضغط عليها بتتقفل كبس كده بسهوله جدا وما بتبقاش باظت ولا حاجه، وبنبدا نعلقها بالطريقه العاديه واحده عكس التانية.
يعني واحده لجوه ومن واحده لبره، مش بيتعلقوا زي بعض خالص. كده خلاص. على فكره انا هنا مسحت الماسوره ومسحت كمان التعليقات بتاعت الستاير دي، وزعفت الحيطه ومسحت الشباك بجوانتي التراب كويس جدا. والتراب مش عايزه اقول لكم على الشباك كان عامل ازاي. منتهى الراحه النفسيه بجد. روتين شهري مهم قوي لازم يحصل في كل الاوض اللي عندك في البيت، وكمان في الريسبشن. ان شاء الله الفتره الجايه تحدي 30 يوم احنا مكملين فيه، وانا مكمله معاكم ومش ناسياه ابدا. انا كل يوم بصحى ببقى عايزه اعمل فيه تحدي معاكم عشان نكمل سلسله تحدي 30 يوم تنظيف وترتيب وتخلص من الكراكيب وراحه نفسيه افضل. وبكده خلاص انا اخدت الاوضتين في سكتي كده، اوضه ابني واوضه بنتي. الارضيات كلها اتنضفت، تحت الدواليب، ورا الديب فريزر، ورا المكتب، ورا السرير، كل الاماكن اللي موجوده عليها عفش او خشب انا شلتها ونظفت الارض كويس جدا. غسلت الستاير بتاعه الاوضتين، لمعت الشباك بتاع الاوضتين، وغيرت كمان مفارش السرير. وده كان روتيني العميق النهارده. ومش بس يومي بيقف على كده، هكمل معاكم الفيديو ان شاء الله. تابعي معايا وحطي لايك دلوقتي، وكمان اشتركي لو لسه ما اشتركتيش. يلا بينا على الفقرة اليومية الأساسية لكل ست بيت، وهي تحضير وجبة الغداء. النهاردة نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، أكيد بتعمليها على طول، بس النهاردة هقولك على تكات خطيرة تطلع معاكي الوصفة ولا غلطة. صفيت اللحمة تماما من أي سوائل موجودة فيها، وشوحتها في معلقة سمنة على النار مع رشة ملح ورشة فلفل أسود، وبس كده. اول ما تاخد تشويحه وتحميره محترمه من كل الجهات، هنزل عليها بميه وبصل ولوري، ولو حابه تضيفي جزر براحتك، حابه تضيفي اي منكهات انت بتحبيها، قرفه، خشب، ولا اي حاجه بتحبي تضيفيها للشوربه براحتك ضيفيها عادي. بس اللحمه مش بتحتاج اصلا غير رشه ملح ورشه فلفل اسود. ممكن نضيف بصل وجزر وبس كده، بصراحه بتبقى خطيره. بحب اضيف معلقه صغيره من الصلصه مع البصل، وبضيف الميه وبقفل عليها 35 دقيقه بتكون استوت عندي بغطاء الضغط السريع. تعالوا دلوقتي نعمل الرز. هوريكي اسهل طريقه رز بالتوابل تقدري تعمليه. رز اصفر مع المشويات كلها بيبقى خطير. عندي بصل على النار هشوحه في شويه زيت، واول ما البصل ياخد لون بس مش يتحمر قوي، يعني اهم حاجه مش عايزه البصل لا يتحرق ولا يتحروق منك، ياخد بس يعني لون ذهبي بسيط. هنزل عليه بشويه من التوابل، هي ملح وفلفل وبابريكا ورشه من اللوري المطحون ورشه من بهارات الزعفران، وكده تمام. نبدا دلوقتي نضيف الرز بتاعنا قد الكميه اللي انت عاوزاها، يعني شوحيها مع التوابل والزيت او السمنه كويس جدا، وبعدين ضيفي الميه عادي وسيبيه يستوي بالطريقه العاديه. هنخرج اللحمه ونحمرها في معلقه سمنه بلدي وعليها ملح وفلفل اسود. ودلوقتي اوريكي اجدع صينيه بطاطس، فصين من الثوم، معلقه كبيره صلصه، معلقه كبيره عسل ابيض، وكمان رشه من الزعتر، وهضيف لوري مطحون ورشه من الكمون ورشه من الفلفل الاسود والملح. وهاتي بقى كبشتين 3 من الشوربه اللي احنا لسه عملناها. هنقلبهم مع بعض كويس، وبعدين نبدا نضيفها على بصل وبطاطس وممكن بسله زي ما انا عامله كده، ومتبلين كده ومدعوكين بملح وفلفل وبس. ضيفي كده ودخليها الفرن من ساعه الا ربع ساعه تكون استوت. انا سويتها في 12 دقيقه بس. وده شكل ولون الرز الخطير بتاعنا. عملت كمان لسان عصفور، اكيد انتوا جربتوه معايا قبل كده كتير وعارفين طريقته وازاي ما يطلعش مكسر معاكي، وفي نفس الوقت مش نافش قوي كده زياده عن اللزوم، مستوي بطريقه مظبوطه جدا. لو انتوا عارفين التكات دي اكتبوها بقى في التعليقات عشان غيركم يستفيد. وبس كده، وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وشجعكم واداكم افكار جديده. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جديده. ما تنسيش تعملي سبسكرايب في القناه لو انتي اول مره تشوفيني، او لو بتتفرجي عليا ولسه ما اشتركتيش معانا. اهم حاجه تفعلي علامه الجرس على كلمه الكل بعد ما تشتركي عشان توصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول ما تنزل على القناه. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. بحبكم جدا في الله. استنوني بقى الفيديو الجاي، وعايزه تعليقاتكم الحلوه طبعا ترن في كل حته في القناه. وما تنسيش تكتبي لي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتك في فيديو النهارده. بوسه كبيره ليكم، بحبكم جدا في الله. شكرا جدا ليكم على المتابعه. لو كملتي معايا الفيديو لحد دلوقتي بوسه كبيره مني ليكي، وشكرا جدا جدا ليكم كلكم. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.